السلام عليكم الزلفله، وانت تعرفني دائما اطالبكم بشعارنا الخالد في التعاليق: الله الوطن الملك. بغيت نرد على واحد الانسان متاكد انه هو من مخلفات فيلاج اللفت. الام ديالو ولا الجده ديالو غتكون من لي فوندوز او بائعات لو فون اللي كانوا تما، وعطاتنا هذا الشكيل هذا اللي ديما تيهضر على المغرب وتيهضر معنا بواحد الطريقه. غادي نخليكم تسمعوا دغيا وغنردوا عليه بشويه، ردوا عليه واخا ما تبغيش نهبط لهذا المستوى، ولكن جو سي اوبليجي. السلام عليكم. عياشي اسي كلشي بابوجي ارواح. عياشي هو انا. شوف جبت لك معلومه، الا فيك دره تاع رجله ماشي بزاف، شويه رجله غدوه تخرج تسقط النظام المخزني هذا وتسقط الملك، باسكو راه رجع لكم ودكم في الارض، بهدلكم. شوف شكون هذا؟ ديدي دروغبا. شكون هذا؟ يا توري. شكون هذا؟ كولو توري. هادو ما كي تشوفهم واش تفكر هاد الاعلام تعمل تاع كوت ديفوار ارواح. في الاعراف الدوليه وفي الدنيا كاع جميع مواطن يحب يروح لبلاد لازم يجيب تاشيره لهذيك البلاد. دوك هادو ما لي زيفواريان كو سوا هادو ولا اي مواطن ايفواري يحب يروح نيمبورت كال بلاد، يحب يجي للجزائر مثلا لازم الدوله الجزائريه تعطيه له تاشيره، يحب يروح لفرنسا لازم يدي تاشيره. بصح كي يحب يروح للمروك ما لازملوش تاشيره، باسكو المروك زريبه، معروفه باللي المروك زريبه، اللي يحب يجي مرحبا به، ما يحوزوا التاشيره ما والو. ارواح كاين كلش، تلقى كل خير. العفايس اللي ما يحبهمش ربي سبحانه كاع في المروك ارواح برك. تما نورمالمون المواطن الايفواري كي يحب يجي للمروك يشري بيه ويجي هكا، باسكو ما عندوش فيزا. والله ما هكذا، في سابقه تاريخيه جامي صرات في تاريخ البشريه وفي قوانين التاشيره. الحكومه الايفواريه تفرض على مواطنيها التاشيره للدخول للاراضي المغربيه. هذه قمه الادلال، شغل ما كاش فوقها، ما تقدرش تندل اكثر من هكا. يا ربي، دابا انت تسمع بحال هادشي تتقول هذا يمكن عنده الحق، ولكن كيفاش غادي تفسر بان هذا الخين هذا تيسرح هذا من الات ومن الات السريح ديال الحمراء والبعره اللي كاينين في دوله بوسعاده او بواسين الكرعين. وعلى ذكر السي بابوجي وداكشي، اقسم برب الكعبه الا عندي واحد الكلب الا تياكل احسن من 40 مليون جزائري. ما تياكلش رجلين الدجاج عندي انا، وما تياكلش القطانيه، لا الكفته والدجاج، ومن غير هادو ما ياكل والو. ماشي رجلين الدجاج، واكيد ماشي رجلين الدجاج، عنده دجاجه في النهار. احسن من 40 مليون كرغولي مسروح مغبون اللي تيتصنت لهذا. غادي نقراو اللي رد عليه هو نيت، غادي نقراو الارتيكل ديال لو موند جوردان اللي ماشي مغربي. Une décision inattendue. Les deux pays ayant noué de longue date un accord autorisant la libre circulation de leurs citoyens, plus étonnant encore, la décision a été prise à l'initiative du gouvernement ivoirien qui explique vouloir enrayer l'afflux des migrants africains vers la côte méditerranéenne et affirme que la plupart de ces migrants clandestins sont des ressortissants étrangers se prévalant de la citoyenneté ivoirienne. الساحل العاج وقعت اتفاقيات مع اوروبا ومع المغرب، وجاء واحد الاتفاق بانهم غادي يديروا فيزا للايفواريين اللي غادي يجيو للمغرب، لان كلهم تيتوجهوا البحر الابيض المتوسط، وهم كلهم في هجره غير شرعيه. كل هذا الشيء دار لان باش نحبسوا المافيات اللي تتاجر في البشر. اذا هاد لا ديسيزيون ماشي باش ما يمشيش للمغرب، باش ما يمشيش لاوروبا، باش ما يكونش مهاجر. اما المغربي ملي غادي يبغي يمشي لاكوت ديفوار راه تيهز الباسبور ديالو، تياخذ البي ديالو، تيمشي وتياخذ الفيزا ديالو في المطار، ياخذ يا ديال شهر يا ديال 3 شهور سياحه او زياره او عمل او فيزا عمل. هادشي كلشي حنا حنا عندنا علاقات مع خوتنا الافارقه، وهما بغاو يهرسوا هذيك العلاقه. هاد الناس هادو يحاولون ماشي يخسروا لك الصوره ديالك، بغاو غير العلاقات اللي عندك مع الدول الافريقيه اللي ما قدروش هما يكونوا عندهم معاهم انهم يفسدوها لك. لا سيدي، اتفقت المملكه المغربيه والدوله ديال الكوت ديفوار بانهم الناس الكوت ديفواريين ديال الناس ديال الساحل العاج باش يجيو للمغرب لازمهم فيزا. الفيزا شكون اللي تتعطيها كوت ديفوار؟ واش الكوت ديفوار اللي غادي تعطي الفيزا للمغرب؟ هذا اللي تيفسر لك بانه هما داروا الفيزا لهذوك الناس باش غادي يعطيوها للمواطنين ديالهم باش يجيو للمغرب.
راه القنصليه المغربيه اللي غتعطيها. دونك شكون اللي حطاتها من طلب من كوت ديفوار، نعم، للمواطنين ديالها باش ما تخليهمش يمشيو يديروا الهجره الغير الشرعيه باش ما توحلش مع اوروبا، لان عندها اتفاقيات معهم. وهذا دارها باش يغطي على الفضيحه الكبرى اللي ما في خبر حتى واحد وما قالوهاش وما يقدروش يجريو. راه شفتيهم تيتكلموا على السفير الاماراتي. هل تعلم ان الامارات اوقفت جميع الفيز؟ ماشي دارت عليهم الفيزا، ما بقاش تعطيهم الفيزا، ممنوعين من الفيز للدخول الاراضي الاماراتيه. وفين هي الرجله وفين هو الدل؟ علاش ما تحبسوش العلاقات مع الامارات العربيه المتحده اللي حبسات عليكم الفيزا ما ديرهاش ليك، لا عمل ولا زياره ولا سياحه؟ اين هي الرجله؟ اين هو النيف؟ عايشين في الدل وتتكذبوا على داك الشعب المدلول المغبون المسروح المهجوك العراض. وديما تيقول لك ونعاودها، خلي بوتقبه ينبح ونجاوبوه. وعاش الملك، الله الوطن الملك، وسير انا جاي.